تفاصيل وفاة الأمير فيصل ابن خالد ابن سعود ابن محمد آل سعود، إنا لله وإنا إليه راجعون. هنعرف في حضراتكم بكافة التفاصيل، بس في الأول كده لايك الفيديو واشترك وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل ابن خالد ابن سعود ابن محمد آل سعود ابن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله اليوم الاثنين الموافق 27/12/1446 هجريا بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته، إنا لله وإنا إليه راجعون. ينتمي الأمير الراحل إلى فرع من أبرز الفروع داخل العائلة المالكة، فجده الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود هو أكبر أبناء الأمير محمد بن عبد الرحمن، وقد كان أحد المشاركين البارزين في المعارك الأولى لتأسيس الدولة السعودية الثالثة. والده الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد آل سعود شغل منصب مساعد وزير الخارجية، وتوفي في وقت سابق خارج المملكة بعد معاناة طويلة مع المرض العمري ناهز 75 عاما. أما والدته فهي الأميرة نورة بنت الملك فيصل شقيقة الأمير خالد الفيصل. أما أمير منطقة مكة المكرمة للأمير الراحل عدة إخوات وأخوات من أبناء الأمير خالد، من بينهم الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية وعضو مجلس الشورى، والأمير بندر بن سعود رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات دار البندر العالمية وصاحب الملكية في برج الفيصلية وأول ناطحة سحاب في المملكة. كان أن الأمير بندر يشعل ويشغل أيضا منصب نائب المدير العام في مؤسسة الملك فيصل الخيرية. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته. وانتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.